انا جاي اقول لك من هنا ورايح ما تشيليش هم العزومات، ما تشيليش كمان هم الوقت بالذات. في فيديو النهارده هقول لك كل التريكات اللي تخلي لك العزومه اسهل العزومات. تعالوا بقى اوريكم التسويه بتاعتها. بصوا شايفين الجمال؟ شايفين التسويه يا بنات ولا الكفته وجمالها؟ اسمعوا لي بقى صوت القرمشه. اللوحه الفنيه دي بقى ما احتاجتش فرن، اخدت معانا اقل من 20 دقيقه وطالعه بالتسويه اللي انتوا شايفينها دي. ده احنا هنحلي كمان خطيره، مستوي تماما. كل الحاجات الحلوه اللي عملناها دي عملناها بدي اير فراير زاده، اتعملت في وقت قياسي وما احتاجتش فيها فرن. تعالوا اقول لكم ازاي. تعالوا بقى اعرفكم على صديقه مطبخنا الجديده اير فراير زاده اللي فيها 10 انظمه تشغيل بقوه 1800 واط. مش بس كده، دي معاها كمان ضمان سنتين. اولا الباب بتاعها ده بيتفك ويتغسل عادي. ثانيا باسكت البطاطس دي تقدري تستخدميها في حاجات تانية كتير وحجمها كبير. الرف ده بقى حكايه، ده غير لاصق خالص، شويه ميه وبينضف معاكي تماما. عندنا كمان رفين تانيين فتقدروا تعملوا 3 حاجات مع بعض، وده هنعمله دلوقتي. الرف التالت. اما بقى شوايه الشيش دي في حته تانية، بتنجزك وبتعمل لك كميات كبيره في وقت قياسي. ومش هننسى سيخ الفراخ المشويه علشان تعملي كل حاجه في البيت بسهوله. تعالوا بقى نعمل مع بعض البطاطس في الاير فراير، لان بالنسبه لي ده اكبر تحدي. حطيت شويه كده من بهارات البطاطس، شويه زيت صغيرين قوي ما يجيش معلقه حتى، وحطيت البطاطس بتاعتي في الباسكت، ودي بطاطس فريش مش فروزن. ابتديت اختار البرنامج بتاع البطاطس عادي جدا، وابتديت اشغل الاير فراير بتاعتي. شايفين الباسكت بتفضل تلف كده لحد لما بتاخد اللون ده. عايزه اقول لكم وصلت للون ده في 18 دقيقه، سبتها دقيقتين كمان بقوا 20 دقيقه وطلعت خطيره. اسمعوا بقى كده، ايه رايكم بقى؟ كريسبي ومش ناشفه وتحفه كانها مقليه بالظبط، والله العظيم باقل كميه زيت. تعالوا كمان نشوف الشيش فيها هيطلع عامل ازاي. واللي ابهرني في الشيش وقت التسويه، يعني بصوا بنركبها كده بالشكل ده بعد ما بنحط الشيش بتاعنا، واعملي التتبيله المناسبه ليكي. بعد كده حطيها بقى في الاير فراير وشغلي. انا اخترت في الاول 30 دقيقه، لكن اتفاجئت ان هي اخدت معايا 20 دقيقه وكانت تحفه. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ واخد لون خطير مش محروق ابدا. بصوا انا اديته دهنه كده من الزبده مع البقدونس، بس انت ممكن ما تعمليش الخطوه دي، ولكن الزبده صحيه عادي جدا. بصوا مش قادره اوصف لكم جماله وطراوته وحلاوته. نجرب بقى سيخ الشوي ونشوف الفرخه دي هتستوي ولا لا، لان دي برده كانت من الحاجات اللي انا داخله فيها تحدي مع زيده. ركبنا الفرخه بتاعتنا عادي جدا وحطيناها في الاير فراير، واخدت معايا 45 دقيقه. الفرخه دي وزنها 2 كيلو الا ربع، وكانت مستويه وزي الفل. شايفين تحفه ولونها خطير، ما اتحرقتش ولا نشفت نهائيا، وبتلمع معانا وتحفه ازاي. وكل ده باقل كميه زيت ممكن تستخدميها، معلقه معلقتين بالكتير قوي. نجربها بقى في المقالي. حطيت كام قطعه ستريبس كده. حطي بقى بفتيك بانيه، تقدري تحطي على الرفوف اللي عندك دي كذا حاجه مع بعض، رشه كده من الزيت بسيطه، يعني ما تكملش معلقه اصلا. انتوا شايفين اصلا بتطلع حاجات بسيطه جدا. وكمان هحط على الستريبس واقلبه على الناحيه التانية. وتعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه. هنحط الرف الاولاني وادي الرف التاني، وتحت هستغل الوقت ده وهسوي معاكم كمان خضار. اعملي بقى بالخضار ده سلطه مشويه، تعملي صوص المكرونه الخطير اللي ما بقناش بنستغنى عنه، براحتك خالص. في النص فتحت الاير فراير وقلبت الستريبس اللي عندي، وبعد 18 دقيقه برضو طلع معايا بالشكل ده. خطير ولا غلطه بجد. بصوا شكله عامل ازاي، تحفه جدا. اما الخضار انا رفعته على الرف اللي في النص علشان ياخد لون الشوي الخطير اللي معايا ده، لان في النص اعلى درجه حراره. خلينا كمان نجرب الكفته المشويه فيها. هنحط كميه الكفته بتاعتنا ايا كان شكلها، وبعدين هنحطها في النص، وفي النص برضو هنقلب الكفته. وما اخدتش معايا غير 12 دقيقه بس، وكانت مستويه وجوسي وخطيره. انا عايزه اقول لكم بقى مفاجاه، انا عملت فيها ام علي كمان وكانت خطيره. حطيت الملفيه وحطيت عليه الحليب متدوب فيه سكر كريم شانتيه فانيلا، والحليب يكون سخن زي ما انتم شايفين كده. معلقه قشطه اختياري او اساسي، وحطي شويه مكسرات ودخليها الاير فراير. هنطلع الكفته الاول علشان ندخل ام علي. بص الكفته شكلها عامل ازاي. اي حد هيشوفها هيشك ان هي معموله في الفرن، مفيش حد ابدا هيصدق ان هي في الاير فراير، ومع ذلك طلعت جوسي وحكايه. كنت تشوفوا بقى معايا ام علي لما طلعت من الاير فراير عامله ازاي، واخده لون خطير ومع ذلك مش ناشفه. شايفين الحليب؟ وهو ده المطلوب معانا كده، ان الاير فراير بتوزع الحراره بطريقه كويسه جدا جدا. فان في ناس كتير ممكن تقول ان هي بتعمل الكلام ده في الفرن، لكن مش هتعمليه في الوقت القياسي بتاع زياده، ولا هتستخدمي اقل كميه دهون زي ما احنا عملنا النهارده. فحافظي على صحتك. والاير فراير انا شايفاها من الاساسيات حقيقي، خصوصا لو كانت ممتازه زي اير فراير زياده. ما تقلقيش من الميزانيه، لان انا جايبه لك كود خصم حاله 10 هكتبه لك في التعليقات، وهسيب لك اللينك اللي تقدري تدخلي وتطلبي منه اير فراير زياده بخصم 10% على خاطر متابعين مطبخ حلا بس.